لبغداد قصتها مع الحياة، مدينة تتقد بالمستقبل لتحمل أغانيها تفاؤلاً يليق بمستقبل بهيج لم تلده الأيام لسوء الحظ. لو قلت لك حبيبي عيني فدوى ويا اهل الحسد ابدلي بلوى، والله الدنيا من غيرك ما تسوى، والله الدنيا من غيرك ما تسوى، فدوى 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 يا عزيزي العين، فدوى فدوى يا عزيزي العين فدوى. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 بدأت نهضة عمرانية واضحة في بغداد، وتسارعت المشاريع الصناعية والتجارية ما انعكس تطوراً ثقافياً مميزاً. بغداد في الخمسينات صارت قبلة معرفية وذوقية راقية، ليس في مجال الغناء وحسب، لكثير من الأسماء العربية، أساتذة كبار في اللغة، علماء في مجالات كثيرة كانوا قد انتقلوا إلى بغداد، في مرات باختيار شخصي، ومرات بسبب العروض المتطورة التي كانت تقدمها الحكومة. على سبيل المثال، أحد ثاني الأسماء لنتوقف عليه، أحد ثاني الأسماء في مشروع الفضاء الأمريكي بعثت بطلبه الحكومة العراقية في أوائل الخمسينات. كي ماذا يفعل؟ كي يؤسس قسم الفيزياء في جامعة بغداد. لاحظ، هذا هو الفرق، كي يبني قسما علميا صحيحا. وبالتالي هذا الوعي المسؤول من قبل الدولة، وبنفس الوقت الحياة التي كانت حقيقة رخية هادئة وآمنة وطيبة في العراق، حقيقة يوم لم تكن السياسة قد خربت النفوس وحولت البشر إلى متصارعين عنيفين. يا لابس ثوب مقصب وزرارة ورد مذهب، لا تروح دخل الله لا تروح وتخلي غيبي معذب، لا تروح دخل الله لا تروح، يا لابس ثوب مقصب. وشهدت بغداد في تلك الفترة وعلى طول فترة الخمسينيات تطوراً مهماً في مجال الغناء العراقي، إذ بدأت بوادر تشكيل جيل جديد من الملحنين الأكاديميين برزوا على نحو أوضح في الخمسينيات، أهمهم وديع خندة، أحمد خليل، يحيى حمدي، رضا علي، ناظم نعيم، جميل سليم، عباس جميل، محمد عبد المحسن وآخرين. تخرج أغلب هؤلاء من معهد الفنون الجميلة الذي أسسه الشريف محي الدين عام 1936، وكان يسمى حينها المعهد الموسيقي العربي. في تلك الفترة كان المقام العراقي والأغنية الريفية الشكلين السائدين، إضافة للأغنية البغدادية الجديدة التي أسسها الأخوان صالح وداود الكويتي. كان هؤلاء الملحنون الجدد بغداديي المولد والنشأة، أرادوا أن تعبر أغانيهم عن روح مدينتهم وتجاربها وحياة الناس فيها. أكثر الملحنين كانوا مثقفين، كانوا خريجين المعهد في ذلك الوقت، أخذوا الموسيقى ليس فقط كهواية، يعني كانوا ملحنين بالفترة كلا، يعني كانوا أيضا أصواتهم جيدة، كانوا مطربين. اللي يغني ويلحن يعرف مدى صوته وقدرته وكيف يلحن، يعني يعرف المدى الصوتي هاي الأغنية لمن تصلح يا فنان. فكانوا على دراية موسيقية ونغمية بما يعملوه من أغاني وألحان يأدوها بصوتهم ومن تناسب هذه الأغنية. يعني كانوا يعني مثل خلينا نقول الخياط اللي يفصل قطعة القماش لشخص فلاني، تلبس فلان ولا تلبس الآخر.
جماعة الحداثة الأولى، المحدثين أو المجددين اللي هم على تنوع أسمائهم، كانوا أبناء جيل واحد وأبناء ثقافة واحدة وأبناء حماسة واحدة، وكلهم تقريبا اقترفوا من منبع واحد، وكل واحد منهم كان له لونه وخصائص أغنيته، يعني طبيعة أغنيته، لون أغنيته. طبعا هذا يرجع إلى مرجعيته الثقافية والإبداعية، ولكن كلهم عملوا على نقل الأغنية القديمة إلى التجديد الباهر. الفرحة اصبحت بسنين والله، يلا نجدد الأفراح، يلا اصبحت بسنين والله، جاني من حسن نكتور وياه فرح مسكور. أخذ تكوين الأغنية البغدادية وقتاً طويلاً حتى استقرت ونضجت في الخمسينيات، فبعد تأسيسها عبر صالح الكويتي في الثلاثينيات والأربعينيات بدأت مرحلة ثانية عبر مجموعة أخرى من الملحنين، واستهلت بأغنية خمرة الربيع عام 1944 من تلحين وديع خندة، الذي تأثر بالموسيقى المصرية عموماً وبقصيدة الجندول للملحن محمد عبد الوهاب خصوصاً. يمكن القول أن أول أغنية هي كانت قصيدة لحنها وغناها الفنان المبدع سمير بغدادي، وهي خمرة الربيع. وهو في هذه الأغنية أو هذه القصيدة يقتفي أثر الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. فيما بعد ظهرت محاولات أخرى قد تكون أهمها أغنية نوبة مخمرة للملحن ناظم نعيم عام 1947 بصوت سليمة مراد. أظهرت هذه الأغنية روحاً بغدادية من خلال الكلمات والموسيقى. يا محلى العباية من تلبسية وبحبك قلوب الناس تسبية، تقولي لي شلون ويا جدالية، تقولي لي شلون ويا جدالية، ويايا شيلك يا حليوة من غاية، نوبة مخمرة نوبة مغشاية. برز في ذلك الوقت الملحن الصغير السن جميل سليم الذي لحن أغنية سمراء على إيقاع التانجو وخليك بعيد عني، وأغاني أخرى اقتبس فيها تجارب غنائية مصرية. سمرة سمارك زي لون القمح خمري، سمرة سمارك زي لون القمح خمري، ومكحلة العينين ومكحلة العينين، ترمينا بالسحر سمرة سمارك. أدير العين ما عندي حبايب غريب. أيضاً حاول ملحنون آخرون تقديم أغاني بغدادية تحاكي الأغاني المصرية، كما في أغاني رضا علي عام 1949 حبك حيرني وذكريات. لم تنجح أغلب هذه الأغاني لدى الجمهور العراقي، ربما بسبب ابتعادها عن الروح البغدادية. الأغنية البغدادية أول بداية ظهورها في بداية الخمسينيات وحتى نقدر نقول نهاية الأربعينيات، كانت لها خصائص وملامح جميلة جدا وغنية جدا وثرية جدا. لكن المشكلة هذه الأغنية ما تقبلها جمهور المستمع البغدادي، لأنها تحاكي الأعمال المصرية، تحاكي الأعمال الغربية. يعني إحنا قلنا مثلا أغنية محلى جمالها عيون حبيبي لجميل سليم، جميل سليم لحنها على إيقاع الفالس. المجتمع البغدادي ما متعود على إذنه، ما متعودة على إيقاع الفالس بالأغنية البغدادية. لما يجي يسوي أغنية سحر الليل، جمال الليل وسحر الكون على إيقاع التانجو،
الإذن العراقية البغدادية ما متعودة على الأغنية البغدادية أن تكون تانجو، فلذلك هي المجتمع ما تقبلها. الملحنين تقريبا قاطبة معظمهم مشوا في هذا الدرب، هو محاكاة الأغنية المصرية، لأن الأغنية المصرية أصلا في هذه الفترة أيضا كانت هنالك نهضة فيها، لما فريد الأطرش قام يلحن على التانجو وعلى الرومبا وعلى الفالس، محمد عبد الوهاب يلحن على التانجو، فهم يعني تأثروا بهذا اللون، إنه لون نهضة موسيقية حصلت بالعالم كله، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. هؤلاء تم ذكرهم قدموا نوع جديد من الغناء لم يستوعب في ذلك الوقت، يعني لحد ذلك الوقت كان تأثير المقام هو السائد، وأيضا الغناء الريفي هو السائد. من تأتي إيقاعات يعني موسيقية مثل التانجو والباسونو، إيقاعات حديثة ما يستسيغها المستمع البغدادي في ذلك الوقت، تلقيه يبتعد عنها، في حين أنها كانت أعمال جيدة. لو نرجع نستمع لهذه الأعمال ونحللها نجدها أعمال جيدة راقية بمستوى عالي من ناحية التلحين والأداء، لأن أغلبهم كانوا فنانين موسيقيين أكاديميين. فضلا عن ذلك الذائقة السمعية للمجتمع العراقي امتداد لما سبقها، يعني الاستماع أكثر شيء هو السائد للمقام العراقي والأغاني الريفية. يا أغلى من روحي يا حبي وحناني، يا بلسم جروحي يا أحلى الأماني، من أجلك يا غالي سهران الليالي، من أجلك يا غالي سهران الليالي، يا أغلى من روحي يا أغلى من أريد أعتب على ولف برسالة، ما يدري بحبيبه شلون حاله، هاجر. بعد هذه التجارب الغنائية غير الناجحة شعبياً، حاول بعض الملحنين كسب الجمهور البغدادي عبر إيجاد توليفة جديدة بين الأغنية الحديثة والتراث الغنائي العراقي. في هذه المرة لم يستنسخوا التجربة المصرية التي تأثروا بها على نحو كبير، بل حاولوا أخذ بعض منها ومزجها مع بعض تجارب الغناء الريفي أو المقام العراقي، فضلاً عن ألوان غنائية أخرى. جاء هذا المزج لطيفاً محبباً وقريباً لروح الجمهور البغدادي. الأغنية البغدادية حصراً يعني أيضاً اعتمدت على المقام العراقي وبعض من الألحان المصرية، فصار عندنا فدهجين من الأغنية العراقية اللي اعتمدت على صالح الكويتي وأخذوا من عنده يعني سماته، وأخذوا أيضا من المقام العراقي وأخذوا من الغناء المصري. الأغنية البغدادية تحديدا في تلك الفترة نقدر نعتبرها مثلها شلون العراق اللي بالعديد من الأنهر والروافد، لكن هناك نهرين رئيسيين عظيمين هم نهر دجلة والفرات اللي تجري به من شماله إلى جنوبه. بالضبط الأغنية البغدادية نقدر نمثلها بهاي خارطة العراق. الأغنية البغدادية تصب بها الكثير من الروافد، لكن أعظم رافدين تصب الغناء البغدادي والأغنية البغدادية الحديثة هم المقام العراقي والغناء الريفي. تداخلت معها الأشكال الفنية التي كانت قد وصلتها الأغنية المصرية، وكان التأثر في العراق حقيقة لا يندرج تحت باب التأثر المباشر، وإنما التأثر ولكن مع إضفاء الملامح الشخصية. وفي محاولات أخرى ركز بعض الملحنين على التراث العراقي الغنائي بمقاماته وألوانه الثرية، وابتعدوا نسبياً عن تقليد الأغنية المصرية التي
لم يستسيغها الجمهور العراقي المعتاد على سماع إيقاعات بغدادية كإيقاع الجورجينا مثلاً. الأغنية البغدادية هي التي نشأت من صلب ومن معطف المقامات العراقية، خاصة عندما كان للمقام سطوة في الثلاثينات والأربعينات، فخرجت مجموعة من الأغاني لها تأثير واضح بأسلوب المقامات، وكانت أسلوبا جديدا لتغيير نمطية الأغنية، فخرجت الأغنية البغدادية على يد رضا علي ويحيى حمدي وياسين الراوي ومحمد نوشي. الأغنية البغدادية حقيقة استفادت من عامل جوهري في طابعها النغمي، أدخلت المقام من شكله التقليدي إلى أشكال أكثر تطوراً طبعاً ليس بالضرورة هكذا يقبل بهذا الوصف أهل المقام، ولكن تطوراً على الأقل لقبوله من قبل أطياف واسعة، لأن المقام العراقي جمهوره محدود، يحتاج لوقت كثير للاستماع، يعتمد البستة قليلا، فيما الأطوار الأخرى أو أشكاله الأخرى تأخذ وقتا طويلا حتى في التلقي والاستماع. الأغنية العراقية أخذت هذه الصفة من المقام، أخذت ما يوصف بالبستة وتطورت لاحقا. مريد الغلوبي وعيونه سود محبوبي، غلوبي جاني منين جدر لي حبي، ومن سحر سود العين دخلك يا ربي، ومن سحر سود العين دخلك يا ربي. تمثل أغنية سمر سمر التي ظهرت في بدايات الخمسينيات منعطفاً مهماً في مشوار الأغنية البغدادية، إذ لاقت انتشاراً جماهيرياً واسعاً. برع ملحن ومؤدي الأغنية رضا علي في تأليف هذا اللحن الشعبي المميز عبر سرعة الإيقاع المنسجمة مع حلاوة الكلمات البسيطة والمحببة للجمهور، وهي ربما من أوائل الأغاني الفرحة والسريعة والراقصة، ولم تكن هناك أغاني فرحة راقصة على نحو هذا الشكل قبل فترة الخمسينيات. أغنية سمر سمر للمرحوم رضا علي الله يرحمه سجلها سجلها 1952. هذه كانت هي انحدار للأغنية البغدادية اللي كانت بها المسحة الحزينة. هذه كانت أغنية بها نوع من الفرفشة، نوع من البهجة للروح، وعليه اعتبروها كل الملحنين والمغنين والجمهور حتى انه هذه الاغنيه هي ليست اغنيه تشبه ما سبقها، وانما اغنيه حديثه فيها من الانحناء او انعطافه في الغناء البغدادي العراقي في ذلك الوقت. فلحن أغنية سمر سمر، وكانت أغنية يعني اشتهرت في وقتها بشكل كبير جدا، لأن حس المجتمع البغدادي والعراقي أنه هو هذا اللون اللي يريده، هاي الأغنية البغدادية اللي احنا نريدها. بس هي ما كانت أول يعني خصائص الأولى، لا كانت لها غير شكل خصائصها وسماتها الأغنية البغدادية، ولكنهم غيروا لأن المجتمع ما تقبل ألحانهم.
شجع نجاح أغنية سمر سمر الملحنين في تأليف أغاني بنفس الأسلوب، مما ساعد في بروز الفرح والسرور في الأغنية البغدادية. يمي وتحاتشيني وعيونك ما تفارق عيني، تقعد يمي وتحاتشيني وعيونك ما تفارق عيني، لو قلت لك والفي داوي، لو قلت لك والفي داوي، توقف قدامي وترميني بسهم عيونك. الله 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 من عيونك، الله 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 مني جفونك. بغداد وأغانيها إصرار على الحياة وتمسك بقادم أفضل يحلق على أجنحة الألحان ويداعب رقة الكلمات. القلب اللي يهواك ينساك لو ما ينساك، خدني حبيبي وياك يا بدر بين الأفلاك، خدني حبيبي وياك يا بدر بين الأفلاك، نحلك يا سمر محلاك، نحلك يا سمر محلاك.